بصوا يا جماعه، ان شاء الله نكلمكم النهارده عن حاجه مهمه قوي، وهي ايه؟ الطيور الجارحه اللي بتاكل الحمام. يعني انا مثلا كنت سايب الباب بتاع الغيه ده مفتوح ونزلت تحت اعمل حاجه، طلع الغراب عمل الدنيئه وكل مني فرد حمام. طيب انا دلوقتي الحمام عندي اهوت محطوط على السطوح وبياكل وبيلعب وبيعمل، فجه الغراب ابن الدايخه خلاني ساهي ودخل كل الزغلول. طب احل المشكله دي ازاي؟ المشكله ان انت مثلا الغراب ده هتقتله ازاي، ولا هتموته ازاي، ولا هتمسكه ازاي؟ هيبقى صعب ان انت تمسك الغراب، او صعب ان انت تسمه، او صعب ان انت تحط له حاجه تموته. لو قتلت غراب هيجيب لك عيال عمه وهيجيب لك اهله، كل شويه هيجي لك غراب شكل. فوصلت لطريقه محترمه، الطريقه دي هي الكويسه، هي اللي ظبطت معايا في موضوع الغراب. ايه هي؟ بص يا معلمي، جبت القشاير دي، انا عندي القشاير الحديد دي، وجيت ماسك ملبس طقم. يا عيني عليك طقم، شوف الطقم عامل ازاي. وجيت ملبس طقم للقشاير الحديد اللي قدام الغيه اهو. فادي ليه بنطلون اهوت، بنطلون كانه عيل صغير واقف مثلا، وادي سويت شيرت اهو، والله مطقمه ومظبطه ومية مية. وعملت رفعت له ايده ان هو يحرس الحمام. بقى هو ده الحارس الشخصي للحمام. يعني حضرتك لو شفت كده، بص، هو الغراب هيلمح من فوق السطح، او هو طاير او هو جاي، هيلاقي الخيال المآتة ده كانوا بيعملوها الجماعه في الارياف زمان، الجماعه الفلاحين كانوا بيعملوها زمان، ان هي تبعد ان الطيور او الحمام او العصافير عن الذره بتاعهم لسه مزروع، او الغله لسه مزروع. فالحركه ديت انا اكتشفتها من الجماعه الفلاحين زمان، واهلي زمان كانوا بيعملوا كده. والله لما عملت كده الغراب ما نزلش خالص. حتى انا فتحت باب الغيه كده وسبت الحمام وقعدت اراقبه من بعيد، الحمام ما نزلش خالص. حتى بصوا، الله ينور اهو، بسم الله. ازيك يا اشرف؟ عامل ايه يا اشرف؟ مية مية. خلي بالك من الحمام يا اشرف اهو، ده يا معلمي بص مية مية، مخلي باله من الحمام وزي الفل اهو. وكل ما الغراب يشوفه من بعيد يفتكر ان ده في بني ادم واقف، وفي حد حارس الحمام، في هيخاف ان هو ينزل لك عند الحمام. يعني الغيه بتاعتك لو انت خايف عليها او خايف من الطيور الجارحه اللي بتيجي للحمام، حاول اعمل لهم اشرف اهو، مش هيكلفك اي حاجه. اي طقم كده خده في الخباثه من ورا مراتك، اوعى مراتك تشوفك. والله انا جايب طقم كويس اهو حاطه. ليه؟ احنا ما عندناش اغلى من الحمام. يعني حتى ربنا حذرنا من الحمام، لا ما حذرناش من الحمام. يعني عندي الحمام ده اغلى من عيالي. ربنا قال لك ان اموالكم واولادكم فتنه فاحذروهم. ما حذرناش من الحمام. فانا اهو طقمت له طقم محترم، وبقى واقف قدام الغيه الحارس الشخصي للحمام. كل هو ما يهز بدراعه كده مع الهواء في الغراب اللي فوق، مش هيقرب للحمام، وهيفضل الحمام يعني متداري في الموضوع ده وواخد راحته معاه. ده كان فيديو بسيط. يعني لو عندك مشكلة في موضوع الغربان او موضوع الطيور الجارحة، ان هي ممكن تجيلك تأثر عليك او تأثر على حمامك، ممكن تعمل لهم خيال المآتة ده، ان شاء الله هيظبط معاك وهيمنع لك الخوازيق اللي بتيجي من بره. كان معكم طاهر غاوي حمام. لو عجبك الفيديو ادعي لنا دعوة كويسة، والسلام عليكم ورحمة الله.